السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انفراد جريدة الراصد 24 بالفريق المصري، أهلا بيكم. هنتعرف الأول بالفنانين. الفنانة أنا اسمي سالي حواش. أهلا بحضرتك. الأستاذ فرح حسين. عاطف أمين. علي قاسم. أهلا بحضرتك. طيب أستاذة سالي، عرفينا أنت دخلتي إزاي مع فرقة المصري؟ فرقة المصري أنا كنا بنعمل فيلم قبل كده، فيلم قصير، وبعدين اتعرفت على التيم الجميل ده وعملت معاهم عيش الواقع، وكان عندنا وجع ضرس بس لسه حصل شوية حاجات كده في الإنتاج فوقفناه شوية. بعد كده بقى اشتغلت على يوميات كافانولي وخلاص. تمام. طيب هل دي كانت ميولك في الأول إن حضرتك تبقي ممثلة ولا كان ميولك حاجة تانية وبدأت معاكي تمثيل؟ بصي انا خلصت اعلام وكنت هشتغل شويه في الصحافه بس محصلش نصيب يعني. بعد كده دخلت الفن، عملت حاجه السوشيال ميديا، عملت افلام قصيره، عملت برنامج تلفزيوني، عملت مسلسل اذاعي، عملت حاجات كتيره واخرها كافانولي مع محمد المصري. تمام. استاذه سالي، فريق المصري اضاف لك؟ اولا مصري شاطر جدا، كمخرج، ككتابه، كتصوير، كرسم للشخصيه. انا بعتبره من الشباب الموهوبين ومن احسن الشخصيات اللي انا اشتغلت معاها لحد دلوقتي. اشتغلت مع ناس كتير بس كحبي للفرقه وحبي للاجتهاد اللي هم شغالين عليه خلاني حبيت ان انا اكمل معاهم وطورت من نفسي كتير. ما بقاش في رهبه قصاد الكاميرا خالص. ابتديت ان انا بقيت ان انا اجهز الشخصيه، لبس، ميك اب، اداء، كل حاجه. وطبعا وجود المخرج الجميل محمد المصري وهو ساعدني كتير طبعا، والزملاء طبعا ساعدوني كتير في وجع ضرس وفي عيش الواقع واخيرا في كافانولي. اضافت لك حاجه شخصيه كان اسمك ايه فيها؟ بطاطا. انت حابه الاسم ولا اعترضتي عليه ولا؟ لا، احنا عارفين ان الاستاذ محمد المصري لما بيكتب حاجه عايزك زي ما هي بالظبط يعني. هل اعترضتي على الاسم؟ لا ايه بطاطا دي او لا خالص. انا بطاطا بالنسبه لي كانت شخصيه جديده جدا، وانا بعتبر نفسي من الفنانين المحظوظين اللي اشتغلوا على ادوار كتير في فتره صغيره. يعني انا بقالي سنه او سنه ونص في المجال. خدت دور الام وخدت دور الزوجه وخدت دور الاخت وخدت دور الدراع اليمين لكافانولي وخدت دور الجن في عيش الواقع. ان شاء الله يتعرض في المهرجان باذن الله، اخراج محمد المصري. فانا بعتبر نفسي ان انا من الفنانين المحظوظين اللي اشتغلوا يعني على نفسهم كتير. شخصيه بطاطا كانت شخصيه بنت البلد الجدعه اللي ولائها كله لمعلم كافانولي، بس في نفس الوقت بتحب اهل حتتها. يعني لو في اي مصلحه ليهم بتكون معاهم، ما بتسيبش مصلحه تعدي من كافانولي خالص. وكان في يعني سنه حب كده ان انا مش قادره اخلي اي حد يجي عنده، سكرتيره بقى تيجي عنده في المكتب، حد يعكسه من اهل الحته، حد مثلا من اهل الحته اللي جوزها توفى تلعب عليه فانا العب من حته ثانيه هوض عليه. قمت طبعا بشخصيه ثانيه، شخصيه دكتور بطاطا. كان ان هو حلمي بقى من صغري ان انا اطلع دكتوره وكده، فعملتها له بشكل كوميدي. كافانولي غاب عني شويه، جه لقاني قلبها له سوق جمعه وحاجات كده. فكانت شخصيات متنوعه طبعا في الحلقات لان هي حلقات منفصله وكل حلقه طبعا ليها التفاصيل بتاعتها. نهايه لقائنا مع الفنانين ونشوف فنانين تانيين ونقول لكم اهلا بحضراتكم. جدا على الوقت الجميل ان احنا